السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم مطبخ زياد البسيط والمجرب. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ولقاكم هذا الفيديو على أتم الصحة وإن شاء الله بطولة العمر إن شاء الله. اليوم بحول الله غنقدم لكم الوصفة اللي غنية على التعريف، اللي هي الشباكية بمناسبة القرب ديال شهر رمضان المبارك. اللي الشباكية اللي مكتخطاش حتى شي مائدة مغربية. اليوم غنقدمها لكم بطريقه زوينه، وكتجي كما شفتوا راه كتجي رطبه وزوينه وشاربه العسل. نتمنى تعتمدوا هذه الوصفه لانها وصفه فعلا تستحق التجربه. وبقاو معايا حتى الاخير باش تشوفوا تعرفوا على الطريقه ديال هاد الشباكيه هذه وطريقتي في تخزينها، يعني باش تبقى ليا مده طويله وتبقى شاده العسل، يعني يبقى ما يهربش منها العسل. وتابعوا معايا للاخر ديال هذا الفيديو ان شاء الله. بسم الله على بركة الله. بالنسبة للمقادير اللي غنحتاجو لهاد الشباكية هادي، عندي كيلو ديال الفورص، دقيق الفورص يكون مغربل بطبيعة الحال. هاد هنايا كنحضر معاكم الا بغيتوها تشرب مزيان ديك السوائل، داك الدقيق يشرب لينا مزيان ديك السوائل، كنديرو بحال الشكل ديال البهله. كنرملوه مزيان بالدهون وكنخليوها تبات باش تشرب لينا دوك السوائل، يعني داك ليدام كما كنقولوا. المهم عندي هنا كيلو ديال الدقيق، عندي كاس ديال الجنجلان، عندي كاس معامر ديال اللوز كلهم مطحونين بطبيعه الحال مزيان، عندي واحد 2 معالق ديال القرفه صغار، يعني معلقه كبيره، وعندي معلقه كبيره ديال النافع، وعندي كاس ديال الزبده وكاس ديال الزيت وشويه الملح بطبيعه الحال. صافي هادو بالنسبه للمقادير الاوليه اللي درت، يعني اللي غادي نخليها غنغطيها ونخليها تبات حتى الغد ليه، يعني اولا في الصباح ونخدموها في العشيه. المهم كيبقى لكم نتوما الاختيار. انا راه سمحوا لي على الاضاءه حيت درتها هنا في الليل وغنغطيها حتى الصباح عاد غنخدمها على نكملها. المهم كنخلط هذيك ليدام ديال الزيت كما قلت لكم، كاس ديال الزيت وكاس ديال الزبده معامرش. كاس ديال الزيت يمكن لكم ديروا الروميه اولا البلديه اولا تخلطوهم بجوج، مهم كاس. صافي هنا كندخلوا ديك الزبده والزيت في الدقيق والجنجلان واللوز وكما قلت لكم النافع والقرفه وداكشي اللي قلت لكم. صافي وكنغطيوها، ندير واحد البلاستيك غذائي ونغطيوهم، نخليوه حتى الغد ليه عاد باش كنكملوا الخدمه ديالها. هنا بالنسبه لنا راه باتت، يعني في الصباح يمكن لكم تخدموها في نفس النهار، يعني ولكن كتجي ملا خليتو السوائل تشرب، داك الدقيق شرب السوائل مزيان كتحصلوا على نتيجه افضل. المهم هنا كناخذ واحد الكاسرونه ولا شي حاجه كنديروا فيها 4 كاس ديال الخل، 4 كاس ديال الخل ديال العنبه بطبيعه الحال. وكندير ناخذو ما الزهر، كنديرو كاس وربع ديال الماء الزهر، يعني كاس وربع فايت واحد شويه الربع، يعني ماشي كاس ونص، لا قل، كاس وربع تقريبا اللي درت. هي كاس وربع غتجيكم هي هذيك، يعني ما غتجيكم في القوام ديالها هي هذيك، يعني ما غتجي جاريه، ما غتجي كما الشباكيه خصها تكون قاصحه شويه. صافي ها هما كنبين لكم انه ربع ماشي نص، يعني ربع فايت واحد شويه، في ربع فايت شويه. ايوا صافي هنا كنزيدو الملون الغذائي، وكنزيدو واحد الضويمه ديال الزعفران هذه اللي كتكون هكا، وكنزيدوها كنفرتوها ونزيدوها على داك الماء باش كتذوب، باش ما تجيناش في العجينه باينه. كنفرتوها كنضيفوا لها شويه الملون، هادشي نضيفوا شويه الملون باش الشباكيه ديالنا كتجي فيها اللوين زوين، وكتعطي حتى شويه المذاق. اللي عنده الزعفران الحر يدير في بلاصه ديك الضويمه يدير الزعفران شعره. انا اكتفيت غير بهذيك الضويمه وشويه الملون صافي. وكندير هاد الخليط هذا كنديرو في قلبوطه حتى يسخن لينا شويه، يسخن مزيان، يعني ماشي كي يطيب، يعني غير يسخن يفوت الدفا شويه، يعني يسخن. صافي هنا كنجيو الخليط اللي درناه يعني بالامس، وكنضيفوا ليه داك السوائل اللي درنا سخنوا. كنضيفوا اولا بعدا كنضيف واحد الراس معلقه ديال الخميره الخبز،
راس معلقه ديال خميره الخبز، يعني راس معلقه باش ما تخمرش لينا العجينه اثناء التشكيل. انا نضيف هكا راس المعلقه هكا، غير الراس بحال هكا. لكن انتي كتزربي راه تقدري ديري حتى تكتري شويه على هذا المقدار هذا. المهم راس بحال هكا راه مزيان. بالنسبه للمبتدئات راه ما كتخمرش لينا بهذا الراس هذا يعني، والجو بارد دابا. هنا كنضيف واحد المعلقه عامره ديال الخميره ديال الحلوى اولا بيكين باودر، والمسكه الحره كنشدوها كنطحنوها مع شويه ديال السكر، السكر سنيده كنطحنوها معاه حتى كتطحن مزيان صافي، وكنضيفوها تقريبا حتى هي نص معلقه صغيره. وصفر بيضه، يعني هانتوما تشوفوا معايا الباقي ديال المقادير اللي غنضيف. صفر بيضه، وكما قلت لكم ضفنا دابا على هذا الخليط اللي كنا بيتناه كما قلت لكم باش تركزوا معايا. هذا الخليط حيدنا ليه البلاستيك، ضفنا ليه راس معلقه الخميره، معلقه صغيره ديال خميره الحلوى، وصفر بيضه. وهنا ضفت المسكه الحره، يعني نص معلقه صغيره ديال المسكه الحره مدقوقه مع السكر. صافي هذاك الخليط اللي سخلينا راه سخن، غنجيبوه اللي درنا فيه ربع كاس ديال الخل وكاس وربع ديال الماء الزهر وواحد الضويمه ديال الزعفران، شويه الملون غير اللون باش يعطينا اللون، صافي غير الماء الزهر والخل وشويه الملون باش يعطينا اللون. صافي كنجمعوه بهذاك الخليط كله كنكبوه، راه هو هذاك غادي يجمع لنا العجين يعني بالعبار، يعني معبور، يعني غيجمع لنا هذاك الخليط. ما غنضيفوا ليه حتى شي حاجه ديال السوائل، هو اللي غنبقاو معاه حتى غنجمعوها. يعني راه هي خاصها تكون قاصحه شويه، معروف الشباكيه خاصها تكون قاصحه، حيت الا جريناها كتجينا في الماكله قاصحه، ولا كانت هكا قاصحه راه غتجينا رطبه وهشيشه وغتجي زوينه. يعني واخا تشوفوه راه يعني قاصحه وغتجمع لكم شويه، ما غتجمعش دغيا، يعني تبقاو تحاولوا معها حتى غتجمع. ما تضيفوا لها حتى شي حاجه ديال السوائل، لان الشباكيه خاصها تكون قاصحه كما قلت لكم. صافي هنايا نبقاو معاها. شتي راه هذا الخليط اللي عطيتكم راه تيجمعها تماما، يعني ما نحتاجوش نزيدو حتى شي حاجه، غنبقاو معاه حتى نجمعوها، ندخلو داكشي اللي باقي ندخلوه في العجينه. فندخلوها وما كتحتاجش ندلكوها بزاف بهذه الطريقه اللي عطيتكم، يعني غير كنجمعو صافي وكنبداو نخدموا بها مباشره، يعني ما كندلكوها ما والو، غير كنجمعوها وكنبداو نخدموا. صافي غنستمر حتى غنجمع العجينه ديالي، غنستمر مع داك الشيء اللي بقى ليا حتى غنجمعو ندخلو في العجينه كامل. وبقاو معايا حتى تشوفوا النتيجه النهائيه. صافي هنايا راه تقريبا راه تجمعات، يعني كنحاول معاها. انا علاش ما قطعتش التصوير بغيتكم تشوفوا باش حيت راه كنبقاو معاه محاولين معاه حتى كنجمعوا، ما كنضيفوش السوائل نهائيا باش الشباكيه ديالنا تنجح. صافي هنا بعد ما جمعتها راه كتجي هكا على هذا الشكل هذا، يعني كتكون ما يعني ماشي قاصحه قاصحه، ولكن راه عاد يعني راه شاده في راسها مزيان. صافي كنقسموها وكنديروها كويرات وكنشكلوها بهذه الطريقه اللي غتشوفوا، يعني ما كنخليوهاش كترتاح مباشره. بعد ما جمعتها خدمت بها مباشره. صافي هنا درتها كويرات و وغادي نسرحها بحال هكا، غنسرحها ونطويها على شكل مسمنه اولا على شكل ظرف. صراحه باش كتعطينا ديك التوريقه، هذا السراح علاش كنديروه باش كناخذوا ديك التوريقه ديال الشباكيه، يعني باش كتجينا مبوقه كما كنقولوا في هذوك البويقات، باش كيشربوا لينا العسل. صافي كنستمروا حتى كنكملوا الكويرات كلهم بها نفس الطريقه، يعني كنسرحوا كنجمعوا على شكل مسمنه كما كتشوفوا بحال هاد الطريقه هذه. كنديروا في البلاستيك اللي سرحناها وخدمناها كنديروها في البلاستيك.
نفس الطريقه كنستمر حتى كنكمل هذوك الكويرات. انا قسمتهم على 5 الكويرات، نتوما يمكن لكم تقسموهم على 3 او لا على 4، المهم على حسب. المهم انا قسمتهم باش كتجيني سهله في التوريقه ديالهم. المهم كنستمروا كنسرحوا العجينه ديالنا كما قلت لكم بهذه الطريقه حتى كان نكملوا العجينه كامله. كنديروا على شكل ظرف هكا صافي، كنخليوها صافي. ناخذوا اول وحده صوبناها كنسرحوها بهذه الطريقه، نعاودوا نسرحوها على شكل مربع كبير، وغتقسموها كما غتشوفوا معايا. غنقسموها على بهذه الطريقه، يعني غنسرحوها مزيان. هي مع دابا راه ما خليتهاش ترتاح، هي فاش كتكون شويه قاصحه، ولكن راه مع الخدمه الاخرين راه غيكونوا رطابوا شويه، يعني غنحاولوا معاه حتى غنسرحوه. صافي غنقطعها، نقطعها بهذا الشكل اللي غتشوفوا معايا. قطعوها الا بغيتو تجيكم مقاده غتقطعوها من النص على جوج، وتعاودوا تقطعوا كل نص تقطعوا على جوج، يعني باش كتجينا هي هذيك. اولا تمشيو عينيكم ميزانكم تمشيو على قياس واحد، غير باش تجينا الشباكيه، فهمت؟ حيت هذه التسريحه اللي غادي تكون منها غنشبكوا، فغادا باش يجيونا الشباكيه تجينا في نفس القياس. صافي غنستمر بحال هكا، غندير نفس الطريقه المربعات الاخرين اللي عندي، وكندير بلاستيك اخرى. هادو اللي كنسرح وكنقطع كنديرهم في بلاستيكه واحده اخرى، يعني باش ما كيداكسوش ليا، يعني باش كيجيو يعني كنسهل علينا الخدمه وصافي. المهم صافي كنستمر كنقطع بحال هكا، كنحاول نجيبهم من نفس القياس وكنقطعو صافي، وكنجمعهم في البلاستيك بحال هكا. بهذه الطريقه كيجينا الشباكيه مجعبه وكتجينا خاويه من الوسط، يعني فيها دوك البويقات اللي كيشربوا لينا العسل، وكتجي شباكيتنا زوينه ويعني وناجحه كما كنقولوا، كتجي ناجحه وزوينه. المهم كان سالينا هنا دوك المربعات كاملين. دابا غنبداو في التشباك. صافي هنا كنشدو كل داك الطريفات اللي قطعنا، كناخذ كل وحده كنسرحوها يا اما بالمدلك اولا بالدلاك. اللي ما عندوش المدلك راه انا درتها بالدلاك. صافي كنسرحها رقيقه، خاصها تكون رقيقه بهذا القوام هذا. صافي وكنبدا نشكل فيها. نوريكم الطريقه ديالي في التشباك. كتاخذوا هذه الطريقه الاولى. الطريقه الاولى كتتنيو غير على بعضها، على يعني بحال كطويو شي مانطه، فهمتوا؟ المهم كطويو بحال كطويو صافي، وكتفتحوها من الوسط صافي، وكتجيكم من الوريده بحال هكا. المهم نعاود معكم شي وحيده اخرى، ولا كنديروا هاد الطريقه هذه تجيكم اسهل. يعني اللي ما كناخذوا الاولى كنحطوها على الثالثه، وكنجيب نهزوهم بجوج وكنحطوهم على الاخيره صافي، وكتبقى لينا دوك اللي بقات لينا الشريط، جوج اشرطه اللي بقاو صافي كنجمعهم على بعضياتهم وكنقرصهم من التحت صافي. ها هي شباكيتنا واجده. يعني هاد الطريقه سهله حتى هي. صافي كنقرصوها من الجناب. الا كان داك الجناب كبار كنعاودو نتنيوهم ونقرصوهم، ولا كنقصو منهم. المهم كتجينا هي هذه الوريده ديالنا ديال الشباكيه، كتجي بهذه الطريقه. كناخذ نوريكم وحده اخرى. كناخذوا الاول كنحطوه على الثالث وكنرخيو داك الثاني صافي، وكنهزوهم بجوج وكنحطوهم في الاخر، كنجمعوهم مع الاخر كنديروهم تحت منه. وكدوك الجوج اللي بقاو لينا لتحت كنقادوهم بهذه الطريقه، وكنجرب صباعنا صافي كنقرصوا دوك القميقمات التحتانيين اللي بقاو صافي. ها هي الوريده ديالنا. كنحاولوا نجروا الجنيبات هكا باش كتعطينا ديك الوريده صافي سهله. وكنقرصوها من الجناب. ها هي الشباكيه ديالنا، وكنأكد انها خاصها تكون رقيقه باش كتجيكم مجعبه، وباش كتجي زوينه حتى في الماكله كتجي زوينه وتشرب العسل. نعاود معكم وحده اخرى. كنحطوا الاولى على الثالثه، ديك الثانيه شتي كنرخيوها لتحت، وكنجيبوا
هذيك الجوج كنحطهم على الاخره صافي. كيبقاو لينا دوك الجوج اللي بقاو لتحت كنجمعوهم مع بعضياتهم ونجرو صافي. وكنقرصوا من دوك اللي بقاو لتحت صافي. هادي الوريضه صافي. بنفس الطريقه كنستمر. اللي كانوا جنيبات غلاط كنقصوا منهم، وبنفس الطريقه كنستمر وكنحطوا هذوك الجوج. الوحده الاولى كنحطوها على الثالثه، ودوك الجوج اللي جمعنا كنحطهم في الاخره وصافي. كنجمعوا دوك الجوج اللي بقاو لتحت كما الطريقه مبينه عندكم هنا. الا كانوا جناب غلاظ راه كنقصوا منهم باش ما كتجيناش شباكيه معجنه. شي بحال هكا كنديروا الجوج على الثالثه وكنجمعوا دوك اللي بقاو لينا لتحت صافي. وكنجمعوا دوك القميقمات اللي بقاو سمعت كنقرصوهم باش تشد لينا الشباكيه اكثر صافي. انا بعد ما كملت الشباكيه ديالي هاي راه كملت الكميه كامله. غنبدا نقلي حتى كنسالي كلشي عاد كنبدا نقلي فيها. كاين اللي كيبغي تخليها تبات راه يقدر يخليها تبات حتى الغد ليه وتقليها، اولا تصوبها الصباح وفي العشيه تقليها. المهم هي كل ما نشفات راه كتجي زوينه صافي. واللي بغى يقليها فاش كنت تسالي تقليها انا راه غير ساليت وبديت كنقلي فيها يعني ما خليتها ما والو. صافي هنا بديت كنقلي. كنسخن الزيت مزيان. خص الزيت تكون شويه المقله عامره شويه بالزيت. وكنبدا ملي كتسخن الزيت كنحط هذوك الاولين اللي خدمت. الاولين كيكونوا ناشفين اكثر كنحطهم صافي. كنبقى نقلب فيها حتى كنحس بها ما نقلبها حتى نشوفها نشفات باش ما تهرش ليا في المقله حتى كتنشف مزيان صافي. كنبدا نقلب فيها بحال هكا. دابا هذه راه طابت ليا من التحت غنبدا نقلب فيها بحال هكا صافي. وكنشد الفرشيط بحال هكا كنحط على وحده وكندور كلشي باش كلشي يمسو الزيت. الطريقه ديال الحريفيه ديال الشباكيه هي هذه صافي. العسل كما كنأكد خصو يكون ثقيل. راه العسل انا حطيته لكم في الفيديو اللي قبل من هذا. فالعسل خصو يكون ثقيل بحال هكا كنهزوه بصعوبه باش ديك الشباكيه كتشربوا لينا. هو راه مع بحال هكا كنقليو نحط راه غيبدا يطرخ شويه، ولكن راه ملي غيكرم راه غادي قصدي عفوا يشد في الشباكيه غادي يرجع للقوام الاول ديالو يعني غيرجع يشد فيها مزيان صافي. هنا بعد ما ساليت كل شيء كملتها رشيتها شويه د الجنجلان حطيتها على الوجه ديالها ورشيتها صافي. هنايا شفتي كيفاش كتجي راه كتجي مجعبه وزوينه ورطبه وزوينه ما تشبعوش منها وبنينه. هنايا بعد ما بغيتو تحتفظوا بها انا طريقتي كناخذ هاد البواطات هادو اللي كيتباعوا هكا اللي كيديروا فيهم الناس اللي كيخدموا. المهم كديري فيها بحال هكا الكميه مثلا هي راه كيلو ديال الدقيق كتعطيك 3 كيلو. انا قسمتها على كيلوات كيلو 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 وصافي. وكنسدها وكنديرها في الفريغو. كنجبد وحده حتى كتكمل تقرب تكمل وكنجبد الاخرى حتى هي صافي. كنديرهم غير لتحت ملي كنجبدها من الفريغو كنحطها غير لتحت صافي. الشباكيه ديالي كتبقى شاده العسل وكتبقى زوينه يعني ما كتخسر ما والو بلا ما ندير لا بلاستيكات لا والو. هذه هي الطريقه ديالي في الاحتفاظ بها في المجمد. شوفوا كيفاش كتجي الشباكيه راه كتجي بهشيشه وشاربه العسل وزوينه ما تشبعوش منها. ونتمنى هذا الفيديو ان شاء الله يعجبكم وما تنسونيش من البارطاج ولي لايك وان شاء الله نتلاقاو في فيديو قادم.